زواج أم استثمار؟ زواج داني لحلاني يثير الجدل والجمهور يسأل عن عريس ابنة عاصي لحلاني. أثار زواج دانا الحلاني ابنة النجم اللبناني عاصي الحلاني جدلاً واسعاً على مواقع التواصل، خاصة بعد ظهور زوجها آلان سعد، وتساؤل الجمهور عن هويته وعمله وحياته خارج الوسط الفني. وآلان سعد ليس من الوسط الفني، بل يعمل في مجال الأعمال واستثمار الأموال والبورصة وتداول الأسهم في مدينة لمسول القبرصية، كما أنه درس الهندسة الميكانيكية ويتحدث عدة لغات. ومن هنا بدأت التعليقات تتساءل: هل كان زواج دانا قصة حب حقيقية؟ أم أن عمل آلان في عالم الاستثمار جعل الجمهور يربط بين الزواج وعالم الأموال؟ ولكن قصة الثنائي بدأت قبل الزواج بفترة، وتحولت علاقتهما من صداقة إلى حب، ثم خطوبة، قبل أن يصلا إلى الزواج. وفي عام 2024 تقدم آلان لدانا بطلب الزواج خلال وجودهما في أسبانيا، في لحظة رومانسية وثقتها دانا وشاركتها مع متابعيها. وبعد ذلك أتم الثنائي زواجهما المدني في قبرص، ثم احتفل بزفاف كبير في لبنان بحضور العائلة والأصدقاء، لتتحول القصة إلى حديث الجمهور. وبين الحب والأعمال وحياة دانا بعيداً عن الفن، يبقى السؤال الذي أشعل مواقع التواصل: هل هو زواج حب فقط؟ أم أن الجمهور يرى في عمل العريس وثرائه سبباً لهذه التساؤلات؟ ولا تنسون تضغطون لايك وتتابعوننا ليصلكم كل جديد من صياد المشاهير.